هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري يأتيكم في كل يوم الخميس من كل أسبوع على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.ere.nahda.com من إعداد إعلام حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكتف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 22 من سبتمبر 2017، النشرة الإخبارية، وتليها فقرات من التعليقات والتقارير واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية للحزب. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. الأمم المتحدة تصف إبعاد السودان للاجئين بالانتهاك الخطير للقانون الدولي. مستشار فورقي في القاهرة وسفير النظام القمع الإريتري يتهموا دول خليجية بدعم إثيوبيا. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبعاد السودان لاجئين إلى بلدانهم بالانتهاك الخطير للقانون الدولي، ودعته إلى الكف عن ذلك. وخلال تصريح خاص لصحيفة التغيير الإلكترونية السودانية، أبدت نائبة ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في السودان إليزابيث تان عن قلق المفوضية من ترحيل السلطات السودانية 30 طالب لجوء إريتري من صغار السن قبل أن يتم الاستماع لهم بصورة كافية. وأشارت إليزابيث إلى محاكمة اللاجئين بتهمة الدخول غير الشرعي، وقالت تم ترحيلهم بتهم دخول السودان بطرق غير شرعية، وهي تهم غير مدعومة تحت طائلة القانون الدولي.
حيث أن تهم الدخول الغير شرعي متنازل عنها في قضايا اللاجئين. وكشفت إليزابيث عن اتصالات تجريها المفوضية مع الحكومة السودانية وطلبهم إيقاف عمليات الإبعاد، وقالت إننا نجري اتصالات مع المسؤولين السودانيين للبحث عن معلومات إضافية حول ما حدث. كما طلبنا أيضا من الحكومة السودانية الامتناع عن أي ترحيلات إضافية حتى يتضح على أي أساس تتم هذه الترحيلات الجارية. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل في الخبر الذي نشره في 7 سبتمبر 2017 نقلا عن صحيفة التغيير السودانية إن محكمة سودانية بمدينة كسلا شرق السودان كانت قد أصدرت حكما بسجن وإبعاد 66 لاجئا إريتريا إلى بلادهم بتهمة التسلل والدخول غير المشروع إلى الأراضي السودانية، وتم ترحيل 30 منهم وجميعهم من الأطفال تحت سن 18 فوريا بعد الحكم إلى إريتريا. وقبل أسابيع وجه ما يزيد عن 50 إريتريا رسالة إلى منظمات حقوق الإنسان كشفوا عبرها إنهم محبوسون في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم وإنهم مهددون بالإبعاد. ووفقا لإفادات متعددة تحصلت عليها صحيفة التغيير الإلكترونية السودانية فإن عمليات الإبعاد مستمرة وتم تنفيذها خلال الشهور والأعوام الماضية ضد الإريتريين والأثيوبيين بواسطة السلطات السودانية. في ثاني ظهور خارجي له وصل إلى القاهرة في مساء 7 سبتمبر 2017 الرجل الثاني في الحزب الحاكم والوحيد في أسمرة يمانة جبرآب برفقة عثمان صالح وزير الشؤون الخارجية قادمين من تشاد في زيارة لمصر لبحث دعم التعاون وآخر التطورات حسب ما أوردته الصحف المصرية. من جهته اتهم سفير النظام القمعي الإريتري بالقاهرة فاسيل جبرسلاسي دول غربية وخليجية لم يسميها بدعم وتمويل سد النهضة الإثيوبي والذي ليس له أي أغراض إيجابية تصب في مصلحة الشعب الإثيوبي، وأن قرار بنائه سياسي وليس قرارا اقتصاديا حسب تعبير سفير الدكتاتور إريتريا إسياس أفورقي في حوار له مع صحيفة المصري اليوم المقربة من الحكومة المصرية. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن ظهور جبرآب للمرة الثانية ينفي ما تردد في أوساط إريتريا معارضة من أن الإصابة التي تعرض لها في روما قبل عدة أشهر ربما تؤدي إلى عدم قدرته لممارسة مهامه. ويعتبر يمانة جبرآب مستشار لرأس النظام الدكتاتور إسياس أفورقي وواحد من أهم المقربين له ومنوط به عدة ملفات منها الخارجية والحزب والشؤون الأفريقية وخاصة منطقة البحيرات. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون الجزء الثاني والأخير من التقرير الذي أعده الأستاذ حامد ضرار بعنوان برمنغهام تحتفي بالذكرى 56 لانطلاقة الثورة الإريترية.
وينتقل الأستاذ ياسين محمد عبد الله في محاضرته ليتناول الحرب التي اندلعت في اليمن والتطور الكبير الذي حدث في منطقتنا من جرائه. فقبلها كان النظام يعيش في عزلة إقليمية، وبمجرد اندلاعها اختار السياسة أفورقي الانحياز إلى جانب التحالف العربي، وبالتالي تمكن من تخفيف وطأة الضائقة المالية التي كان يعاني منها. فكما هو معروف في العلاقات الدولية إن لهكذا مواقف ثمنها ومقابلها من حيث الدفعات المالية، ولكن الأهم من الدعم المالي وكنتيجة للموقف المنحاز للتحالف أضحى النظام غير معزول، حيث تتواصل الجولات الماكوكية من وإلى أسمرة. وبطبيعة الحال لا يتوقف الأمر إلى الدعم المادي وتبادل الزيارات، بل وسيرتقي إلى الدعم السياسي بمختلف الأوجه والأشكال على نحو يخفف من وطأة الضغوط التي كانت تمارس ضد النظام. وبالنتيجة إن الصوت الذي كان حادا تجاه ممارسات النظام وهو صوت الولايات المتحدة قد بدأ يخفت، بل ووجدت السلطة في إريتريا جماعات ضغط لوبي تعمل لصالحه، حيث رأينا أساتذة الجامعات قد بدأوا يزورون إريتريا ويكتبون تقارير يبررون للنظام ويدعون أن الانتهاكات التي ترتكب هناك لا ترقى في أن تكون سببا مقنعا حتى تمتنع الدول في التعامل معه، والقول أن الانتهاكات هي السمة المميزة للإقليم برمته وليست حصرا على إريتريا. مع ذلك فأمريكا تتعامل مع تلك الدول، وبالتالي إيش المعنى ممارسة الضغوط على هذه الدولة؟ ولا يكتفي المنادون بفك الطوق عن إريتريا بذلك، بل يقولون إن الأوضاع المضطربة في إثيوبيا والقرن الأفريقي وتخلي إريتريا عن إيران وتعاونها مع حلفائنا حلفاء أمريكا في المنطقة يستدعي أن تحسن أمريكا من مستوى تعاملاتها مع النظام في إريتريا. عليه وجود هذه الأصوات الداعمة له والتوجهات الملحوظة في العلاقات بين الدول تجعل سلطة أسمرة غير آبهة بتقديم أي تنازلات أو الاستجابة للمطالب الحقوقية، بل على العكس تفضل التمادي في انتهاكاتها. فيما يتعلق بمستقبل إريتريا، استهل الأستاذ ياسين محمد عبد الله هذا العنوان بالتذكير بالتساؤل الذي طرحه مرات عديدة أثناء محاضرته هذه، قائلا: كنا قد تساءلنا عن ما الذي سيحدث في إريتريا لو غاب الرجل المهيمن على كل صغيرة وكبيرة. فهناك باحثون ومراكز استراتيجية تتوقع حدوث الفوضى في البلاد وحدوث اقتتالات أهلية لأسباب معروفة، منها تفكك وحدة الشعب الإريتري ووجود كم هائل من المظالم المتراكمة في الداخل، الأمر الذي قد يقود إلى حرب ضروس. وكنتيجة فرعية لهذا السيناريو المخيف من الاحتراب الداخلي، هناك سيناريو أكثر خطورة، وهو حدوث تدخل إقليمي وخاصة من الدولتين الجارتين لإريتريا السودان وإثيوبيا. فللدولتين مصالح حيوية في إريتريا ولديهما أيضا مخاوف غير عادية تجاهها، فإذا حدث أي طارئ حتما سيتدخل السودان عسكريا، وكذا الحال مع إثيوبيا سواء كان تدخلهما مباشرة أو عبر وكلاء. المهم أن الدولتين سوف لن يقفا مكتوفتي الأيدي. وتناول ياسين في ختام هذه الجزئية ليشير إلى انحياز النظام الإريتري إلى التحالف العربي في حرب اليمن، بكونه عاملا ومهددا سيزيد الوضع كارثية في حال حدوث انفلات أمني. فقد قال بهذا الصدد: الموقف الأخير للنظام في أسمرة والسماح بتواجد الإمارات العربية في إريتريا واستفادة بقية دول التحالف العربي منها جعل منطقة القرن الأفريقي جزءا مكملا للأمن القومي لدول الخليج، وهذا عامل جديد سيدفع الأمور إلى التعقيد في حالة حدوث أي اقتتال إريتري داخلي، لكونه سيدفع حسب تقديرات ياسين عبد الله بدول الخليج للتدخل من جانبها في الشأن الإريتري على نحو سيزيد الوضع سوادا وقتامة فيما يتعلق بمستقبل بلادنا. بعد ذلك انتقلت الورقة لتناول المعارضة الإريترية، وذلك بعد
أن مهدت لذلك بطرح سؤال مفاده أين نحن المعارضين للنظام من هذه السيناريوهات، وهل كل التطورات ستمضي في مساراتها دون أن يكون لنا فيها أدوار؟ وباشر ياسين في الاتيان بالجواب على التساؤل عليه بقوله: ليس فقط لا دور لنا فحسب، بل الأصح نحن غير مهتمين بما يدور في داخل البلاد وما حولها، إذ نحن منشغلون بأمور ذاتية وصراعات داخلية خاصة بنا كمعارضة، ولا علاقة مباشرة لها بالاتيان بما يسرع ويعجل من سقوط النظام. وفي اعتقادي فنحن إذ لم نجري نقدا ذاتيا وموضوعيا لتجربتنا النضالية لن يتسنى لنا تعلم الدروس والعبر من أخطائنا، فالعادة عندنا جرت على اعتبار أي نقد بناء من داخلنا وكأنه شيء معيق، وينظر إلى من يوجه النقد ويطالب بالتصحيح وكأنه مدمر ومعيق، بل وفي كثير من الأحيان يتم وضعه ضمن المعسكر المعادي للتغيير وعدو للمعارضة، وهذا شيء في اعتقادي يقلل من مصداقيتنا ويحول دون قيامنا بالدور المفترض لعبه. وفي هذا السياق أقول أنا شخصيا كنت في عام 99 و900 وألف أثناء تكوين التجمع المعارض قد ارتكبت مع غيري الكثير من الأخطاء، فقد شرعنا لكم هائل من التنظيمات لتجد طريقا سالكا تنضم به إلى التجمع الديمقراطي، فقد اقترحت شخصيا في مسودة الدستور مادة في شرط العضوية تقول: يتطلب من العضو الجديد الذي يسعى لاكتساب عضوية التحالف أو التجمع الوطني قبله ضرورة عقد مؤتمر ودعوة التحالف لحضور جلسات المؤتمر. فقد رأينا الكثير من الأفراد يعقدون مؤتمرات حتى من خلال تجميع أفراد أو شلل لا علاقة لهم بالسياسة. بالتالي أعتقد كما قلت ضرورة التعلم من الأخطاء تستدعي الإقرار بها وقبول النقد الذي يوجه إلينا لغاية التصحيح، وإلا سندور ونلف في حلقة مفرقة، وهذا هو حالنا خلال ما مضى من زمن. فالرغم مضي العقدين الأخيرين من عمر المعارضة من أجل التغيير، فما زلنا في مرحلة صياغة علاقاتنا البينية الداخلية كتنظيمات وقوى معارضة، وبالتالي قعدنا عن ممارسة أي عمل فاعل ومؤثر لمواجهة النظام. ودون القوس في الماضي البعيد كثيرا قال ياسين محمد عبد الله وهو يواصل في تقديم محاضرته قائلا: حتى في السنوات 5 أو 6 الأخيرة الفائتة فقد استهلكنا كل الوقت في قضايا تتعلق بعقد سيمينار لتصفية أمور تحول دون عقد مؤتمر، وأرحقنا الناس بجعلهم يتساءلون حول طبيعة خلافات المعارضة المنتظر منها حل مشكلة وطن وهي تبدو عاجزة دون تجاوز قضايا خلافية بينية بسيطة. وأخذ في الحسبان عدم الفعالية التي سبقت عملنا المعارض في السنوات الماضية. أعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إذا تطورت الأمور بشكل سلبي في المستقبل على نحو لا يجدي معه نفعا لوحدة المعارضة من عدمها إذا وقع الفاس في الرأس، فالخسارة ستكون فقدان وطن وتشتت شعب على نحو خطير، فالوضع سيكون أكثر كارثية مما شهده الصومال. فعلى الرغم من أن تركيبة الصومال الدينية والبشرية واللغوية أكثر انسجاما عند المقارنة بتنوعنا الإثني والطائفي والجغرافي، فمع ذلك كلنا يعرف ما آلت إليه أوضاع الصومال بعد سقوط نظام سياد بري. وما يزيد الطين بلة عندنا هو الموقع الحساس لإريتريا، فإذا كان للصومال حدود مع إثيوبيا فهو لا يشكل تهديدا مباشرا لمراكز القوة في قلب إثيوبيا، على عكس إريتريا التي تقع على مرمى حجر من قلب السلطة في إقليم تيغراي الإثيوبي أو حتى من العاصمة أديس أبابا. وبالتالي فإن أي تطور سلبي في بلادنا سينظر إليه من قبل السلطة في إثيوبيا باعتباره خطرا
داهما، وكذا الأمر بالسودان، إذ نحن نقع في خاصرته لدرجة سيكون لأي تطور سلبي عندنا قد يؤدي في خلق إرباك للخط الحيوي لشريان السودان والممتد من موانئ البلاد في الشرق ووصولا إلى مراكز السودان في الوسط والعاصمة. وفي نهائيات الورقة التي قدمها الأستاذ ياسين محمد عبد الله يمهد لذلك بقوله إن القصد من كل ما تقدم هو التذكير من إن حدوث انفجار في إريتريا ستكون له مآلات سالبة علينا وعلى جيراننا على نحو أخطر وأسوأ من الحال الذي نعاني منه الآن. وعلى الرغم من أنني لا أمتلك تصور واضح عن المآلات المحتملة وآلية تلافي السقوط في الهاوية التي حاولت التحذير منها، مع ذلك كل ما بوسعي قوله هو أننا نحن الإريتريين بحاجة ماسة لمناقشة القضايا وفق أولويات وضرورة تسليط الضوء نحو الاتجاهات المعتمة لنتمكن من تفهم واستيعاب تلك المخاطر باكرا والتقاء الجميع حول أسس واضحة المعالم والتنبيه من أننا جميعا كإريتريين ودون استثناء سندفع ثمنا باهظا لو حدث أي تطور سلبي بما يحمله من مخاطر جمة علينا وعلى المنطقة. ولأهمية المسألة يقول ياسين محمد عبد الله: أعتقد بقوة أننا نحن الإريتريين بمختلف انتماءاتنا وخلفياتنا لا خيار آخر أمامنا سوى خيار الأربعينيات، خيار الآباء والأجداد، وهو العيش والتعايش معا في إريتريا، وكل الخيارات الأخرى لا تلبي طموحاتنا وأماني أبنائنا، ولا يمكن بأي حال التصور مجرد تصور إن دولة قائمة وذات سيادة أن تنهار أو تنقسم على نفسها دون أن تحدث فيها حروب داخلية عبثية لعشرات السنين وتزحق فيها الآلاف من أرواح الناس وتشريد الآلاف ونزوحهم عن مناطقهم ووطنهم. وبالتالي فإن وجود إريتريا واستقرارها ووحدتها يعبر بحق عن مصالحنا العليا نحن جميعا كما قلت بمختلف انتماءاتنا العرقية والسياسية والدينية. ختاما أأمل كل الأمل أن نوجه نقاشاتنا بمناسبة سبتمبر العظيم صوب الاتجاه الصحيح لغاية تلافي تلك المخاطر التي أشرت إليها مرارا في صلب ما جاء في ورقة محاضرتي اليوم. فضلا عن ذلك علينا البحث عن ما يمكن عمله من الجميع، ولا مجال هنا لابتزاز بعضنا للبعض الآخر، وعلينا أن ندرك بأننا جميعا في ذات المركب وعندنا مصلحة مشتركة لتصل بنا إلى مرسى الأمان دون مشاكل ليستمر الوطن موحدا في ظل نظام ديمقراطي عادل. عقب ورقة الأستاذ مولانا ياسين محمد عبد الله أعطى السيد رئيس الجلسة عددا من الفرص للحضور، وكان على رأسهم السيد علي محمد صالح وعثمان وللو وحامد الحاج وآخرون، أثرى كل منهم ما ورد في المحاضرة وسلط مزيدا من الإضاءات. وتفرد السيد حامد الحاج بالحديث عن أهمية الاهتمام بالإنسان الإريتري في المعسكرات وفي مخيمات اللجوء وضرورة العمل من أجل تخفيف المعاناة عن اللاجئين في السودان. وعرف الحضور برسالة مؤسسة كافل وما تقوم به من جهود كبيرة بهدف مساعدة اللاجئين الإريتريين في غير مكان. كما تم إلقاء قصائد شعرية بالعربية والتجرينية قرأها كل من سعد أبو بكر وحسن لقسي وعبد البديع سليمان، مجدت جميعها المناسبة وعكست عظمة سبتمبر ومكانتها لدى الإريتريين. ما أملك يا قلبي بحر العيون الحرية، عقل ما أملك يا قلبي بحر العيون الحرية، لبلادي في درب الأحرار تدب جدار الفاشية، ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال
يتردد لحن الحرية. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.